السلام عليكم شباب، انا ناجي واليوم جايب لكم حلقة جديدة من اخبار تحديث جديد للعبة كلاش كلانز. نعم شباب، قبل ما ابدأ الحلقة اليوم بس بدي اسألكم شو رأيكم بالانترو الجديد اللي طلع باول الفيديو. اعطوني رأيكم بالتعليقات وبنبدأ شباب اخبار اليوم من اخبار التحديث، وهي الهيرو الجديد. نعم شباب، مثل ما كنتم ملاحظين امامكم الهيرو الجديد اسمه جراند ووردن، وبتقدر ترفعه لليفل 20 بالإليكسر العادي فقط، ما بيتطلب أي دارك إليكسر تطويره. مثل ما أننا ملاحظين ليفل 20 تقدر ترفعه. طبعا شباب فينا تستخدمه بالهجوم وبالدفاع مثل أي ملك سابق كان عندنا باللعبة، ولكن الشيء المميز فيه إنه فينك تحطه أرضي أو جوي. نعم شباب، فينك تستخدمه بشكل أرضي أو جوي بالهجوم وكمان بالدفاع، ولكن الدفاع راح نشوفه بكرة إن شاء الله بحلقة بكرة. نعم شباب، هيرو جديد مثل ما حكينا أرضي أو جوي. طبعا طاقته بتنفتح بوقت بترفعه لليفل 5. مثل ما أننا ملاحظين هاي الإحصائيات أو المعلومات عنه. مثل ما أننا ملاحظين قوة الضرب تبعيته كتير ضعيفة 110، دمه كتير ضعيف 2000، ولكن شباب طاقته الخاصة رائعة جدا، وهي انه بالمحيط اللي حوله كل القوات راح تزيد القوة تبعيتها وراح يزيد الدم تبعه. وقت بتشغل الطاقة الخاصة تبعيته راح تصير كل القوات اللي بالنطاق تبعه ما بتتأثر بأي ضرب. طبعا شباب أمر معقد شوي، لذلك هلأ راح نروح ونشوفه بهجمة. وبالدخول على الهجمة الأولى شباب مثل ما أننا ملاحظين في هجمة لافا هوند مع بالونات وتنانين. نعم شباب، راح ننزل الجراند ووردن، ومثل ما انكم ملاحظين النطاق تبعه كبير جدا. نعم شباب، بهذا النطاق كل القوات راح تكون أقوى، وراح تكون يعني راح تضرب بشكل أقوى على المباني، وراح يكون دمها أكبر. مثل ما بنلاحظ النطاق تبعه كبير جدا، وهو بيرقد او بيطير ورا القوات وبيساعدهم تدمير المباني، وكمان بيساعدهم بال انه بيقويهم. وهلا راح نلاحظ طاقته الخاصة شباب. نعم، لاحظتوا وقت شغلنا طاقته الخاصة بصير كل القوات ما بتتأثر خلال طاقته الخاصة بأي نوع من الضرب ما عدا السبرينج تراب أو فخ الزنبرك. نعم شباب، يعني جاينت بوم، انفيرنو تاور، أي شيء ما عاد يأثر على القوات وقت بتشغل الطاقة الخاصة تبعيت هذا الملك. ولكن لاحظتوا انه الطاقة الخاصة تبعيته قصيرة جدا وانتهت بوقت قصير، ولكن عن جد راح تكون رائعة خصوصا بمجابهة الدفاع الجديد. يعني فينك تشغلها وقت بيضرب الدفاع الجديد، وهيك راح تشيل كل الضرر منه. نعم شباب، بالانتقال هلا راح نرمي ارشر. راح تلاحظوا انه برج الارشر عم يدمر الارشرية الوحدة بضربة وحدة، ولكن هلا راح نرمي ارشرية وراح نرمي وراها الجراند ووردن. راح نلاحظ اكلت ضربتين لحتى ماتت، وهذا بيأكد لنا شباب انه عم يزيد دم القوات كمان. كمان عم يزيد قوتهم طبعا. راح نلاحظ شلون بيضرب ليزر. طبعا الضرب تبعه رائع جدا، ولكن دمه قليل جدا. لاحظنا انه خلال ضربتين تقريبا نزل دمه ل50%. وبالانتقال لهجمة كمان معنا اليوم شباب، مثل ما اننا ملاحظين المهاجم هاجم بهجمة جو وايب. رمى كل قواته بمكان واحد، رمى البيكا، رمى الجولم، وراح يرمي هلا الجراند ووردن وراهن. راح نلاحظ شباب انه كل القوات راح تنزل او تقع بالنطاق تبع الجراند ووردن، وهذا اللي راح يخليها تقوى بشكل كبير وكمان تزيد الدم تبعها، وهيك راح تصير من السهولة انك تفوت على منتصف القرية. طبعا شباب هذا راح يأثر كثير على تاون هول 10، لأنه تاون هول 11 راح تدمر تاون هول 10 بكل سهولة، مثل ما بتدمر تاون هول 10 تاون هول 9 أو يعني مثل هيك. طبعا شباب بنلاحظ بكل سهولة قدرنا نفوت على منتصف القرية. الجراند ووردن ما زال حي يعني، وطبعا هذا الهجوم ما كان منظم، يعني كان فقط رمي للقوات وبكل سهولة وقدر يوصل لمنتصف القرية. فما بالكم بأنه الشخص يهجم بشكل منظم. نعم شباب، بالانتقال لآخر اختبار معنا اليوم هو استخدام 5 ساحرات ليفل 3 الليفل الجديد. راح نلاحظ انه سكيلتونز راح يهجموا على التاون هول، ولكن الانفيرنو تاور راح يقدر لهم. ولكن وقت بنرمي الجراند ووردن لاحظوا انه عم يحميهم السكيلتونز، عم يزيد الدم تبعهم، عم يزيد القوة تبعيتهم، وعم يقدروا يدمروا التاون هول بشكل سريع. نعم شباب، هذا بخلينا نفكر انه الجراند ووردن راح يكون كتير قوي مع الساحرات، وكمان اكيد مع قوات اخرى ما بنعرف لسه شو ممكن نستخدمه، ولكن عن جد جندي رائع. وخلوكم معي ان شاء الله بكره راح نعرض الجراند ووردن او الهيرو الجديد بالدفاع. وشكرا كتير اليوم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.